لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 256 لواني كاين تفسير قرآن بيروز بيما وخزمتان بس رزامندي خواهي قوري وهيوادان بيوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. والله خواهي قول سبحانه وتعالى لو آت بيروز دادا فرمي همو خواردنك حلال بو لبو بني إسرائيل إلا أو نبي كوا إسرائيل لسرخوي حرام كربو بيشي داب زيني التوراة أو زاد فرمي خواهي قوله دا فرمي بجولك كامبله قل فأتوا بالتوراة دي توراة بينا فتلوها بيخين نوا إن كنتم صادقين أجر أنقول رازقون. ديار لا سبب نزول آتيدا وكزورك لمفسرين دفرمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود في معرض مناقشته لهم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بزولك كان دفرمي لكاتك ومناقشة لقل دكان إنا على ملة إبراهيم. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي إعمل سردين ملة شريعة إبراهيم. فقال بعض اليهود يكيق لزولك كان دلي كيف تدعي ذلك وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها. يقل زولك كان دلي باشا كو ادعادك كأتو لسر دين إبراهيمي لكاتيك دا قوشتي حشترو هروها شيري حشتر دخوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحله. بله أو قوشتي حشترو شيري حشتر حلال بلبو إبراهيم لي إيمش بيمان حلالة. فقالوا كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. أوان دلين نخير هموشتك كإستا لاي إيما حرامة أوشتك إستا لاي إيما حرامة لعهد نوح وإبراهيم وللاي أوانو حرام بو حتى قيشتي تأيما أتوبت الشيوك حلالي دكي. فأنزل الله هذه الآيات تكذيبا لهم. يترخواي قولوا آتاني دابزان تاوكو كساني چي جولكا كأو هاي ادعادكا خواي قولوا بدرويان بيختوا. ابن كثير رحمة خالب هذا الدرباري وآتد فرمي الآيات مشروع في الرد على اليهود. كوات آياتك خواي قولوا كداي بزاندي لو كواد رد جولكان بداتو وبيان بأن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع. وهروها بيان تداو آتا أو نسخي كأوان إنكاري دكنا بنسخ بي طبعا بهاتين قرآن بيروس توراة وإنجيل نسخ بو أوان إنكاري أو اشتري كان دلين نسخ نية خواهي قولا لو آتلوان بيان دك بلي نسخ هيا. فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها. للتوراة خواهي يقول لبو أواني باس كريا كاتك ونوح عليه الصلاة والسلام باشوي كوا أو فيضانهات كافركين نابردو إتر نوح عليه الصلاة والسلام لقر إيمان داركان لناو سفينكين نزاتيان بوهاتو صروا يزوي خواهي يقول همو جان لبركاني صروا يزوي لبوي حلال كردبو لبو أو أمتكي كوا بيخون. ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبانها. پاشان لدواي وي بتسن عهد كاتك وإسرائيل دي إسرائيل لردما بس ليعقوب ناوي يعقوب عليه الصلاة والسلام كاتك ويعقوب هات أويان وكو نزريق لسرخوي قوشتي حشترو وهروها شيري حشتر لسرخوي حرام كر زاوكو هندق تفسير كان اللي عندك أثر ده هنايتي أنا ولا بروي نخوشة شيء هبو نزري كر أجر أو نخوشة خوي يقول الشفاي بدا أو جوشتي حشترو وهروها شيري حشتر لخوي حرام دك أو أخو عندك درن تعففا يعني لبو أوي كوا وكو لبناي خوي يقول سبحانه وتعالى زورشتي خوش نخوة
فأتبعه بنوه فيما حرم على نفسه. ئیتر منداڵەکان و نەوەکانی یعقوب لە دوای ئەو ئەوانیش بە هەمان شێوە ئەوەی کەوا یعقوب لە خۆی حرام کرد ئەوانش لە خۆیان حرام کرد. وجاءت التوراة بالتحريم ذلك، وتوراتيش کاتێک کە هات لەسەر زمانی موسى عليه الصلاة والسلام کە پێیان گەیشت ئەویشیان هەر عینی گۆشتی حوشتری حرام کرد. وبتحريم أشياء زيادة على ذلك عقوبة لهم بسبب بغيهم وظلمهم. كاتك التوراة هات أو هەندێک شتی کەشیان لێ حرام کرا بسبب ظلم و تعدای ئەوان خی گەورە عقوبەی هەندێک شتێک لێ حرام کردن. وهذا هو النسخ بعينه. ئیتر ئەوەش نسخە، يعني هەندێک لەو شتانێکەوە لەسەر ئەوان حرام کرا پێشترێ حلال بوو لە بۆ نوح عليه الصلاة والسلام لە بۆ باقی پێغەمبەرانتیکە، بەڵام کاتێکەوە یعقوب هەندێک شتی لە خۆی حرام کرد ئیتر لەسەر ئەوان هەندێک شتێکەش حرام کرا کەواتە لەوەی کەوا پێشترێ حلال لەسەر حرام کرا کەواتەوەش نسخە لە بۆ ئەوەی پێشترێ. وهروها تضمنت الآية أيضا تكذيبهم في دعواهم أن ما حرم عليهم لم يكن سبب تحريمه ظلمهم أو بغيهم. طبعا أو آيات دفرمي بدرو خصنوي جولكشة لبريوان دقو أشتاني كلمة حرامة هل لسرتادا هموي حرام ونقب سبب ظلم خومان بوبي وكخواي قول دفرميتن، وإنما كان محرم على غير مما سبقه من الأمم. دلين أو حرام ولا أمت كان بيش خوشمان لو لسر إيماش حرام كان نقب سبب جناح كان إيمان إتر خواي قول لو آتدا ردي همو أشتان الداداتو. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كواتا همو خواردنا كان حلال بولبو بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقلت ما إسرائيل بمعنى وناوك لناوي يعقوب عليه الصلاة والسلام كبيرت إسرائيل بمعنى العبد الصالح ده أو بندي كوا بندي صالح بو يقبلوا بيغمبران إخوة إسرائيل وكوتمان يعقوب هندك اشتري سرخوي حرام كر لبرتي وكوتمان وتازة باس ما كر يعني لبر أو وكو نزلش كر وقال لو نخوش أخوي يقولش فايب ده يعني أوتا هل الروانجي أو كواشتي خوش زور نخوة تقربا إلى الله فهر شيء لسرخوي حرام كربو أو جاء جوشت حشتربو يعني أو لو آتي باسنا كل حديث صحيح باسنا كلا بلام لا أو رواياتاني كوا لتفسير كان هاتو كوازيات الإسرائيليات مهم شتي لأخوي حرام كردبو هموش تيق لبيشوي حلال بو لبو بني إسرائيل بلام يعقوب هنديك شتي لسر خوي حرام كرد من قبل أن تنزل التوراة بيش داب زين التوراة. قل فأتوا بالتوراة دي باشا ورن خوي يقول بيغمبر صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل بلي بتايبة بجولة كاملة قل فأتوا بالتوراة دي توراة بينا فتلوها بيخين وأجر أنقول رازقون كوات التوراة كيوان حقتك باسكرا كوا وكو ابن كثير باسكر رحمة خوالي بي كوا لو كاتك نوح عليه الصلاة والسلام كنزاتي بو لطوفانك لقل إيمان دار لسفينكي هاتنو السر يزوي خواه يقول هموش تشلو حلال كردن يتر أوش تاني كليان حرام كريان أو تا أويكا يعقوب لخوي حرام كرد يان أو تا لدواي أوش هنديق لوشتانا لسريان حرام كرا كبيشتري حلال بو بسبب ظلم والتعدى وكو عقوبيك خواه يقول لي حرام كردن يتر لبرتسي أوان دلين بابلين أو إذا كان حجة لسر بيغمبر صلى الله عليه لبرتسي قوشتي حشتر ناخوي يعني قوشتي حشتر داخوي لكاتك دا كوا أواهر حرامة لسر ومتكان بيشتريش أتو إدعاء دكي لسر ملة إبراهيمي لبرتسي إبراهيم أو يندخوا طبعا هو الدروي وافتراء لسر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلكو حقتك أويك وكو خواي قولة باسي دكا قل فأتوا بالتوراة فتلوها دي توراة بينو بيخين نوا أقل نقول رازقون كواتر كتابك خوان حجية لسر خوان لدواء ودفرمي فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب إتر هل كسك افتراي دروبك لسر خوا سبحانه وتعالى درو هل بستي لسر خوا سبحانه وتعالى لدواء ويكوا حقتك رومبوا للتوراة لإنزيل لقرآن بيروس حقائق كان هم يرونوا آشكران بلام أوان طبعا دسكاي التوراة وإنزيل كي إخوان دكن يتر هر كسك لدواء ويكوا حقائق كان بيان دكريو رون دبيتوا أو زهر درو هل بستي لسر خوا والعياذ بالله فأولئك هم الظالمون. براس هر أوان كسانشي ظالم مستمكار طبعا الظلم يعني لنفسي خوان كردي بودرويك هل دا بستن لسر خوا سبحانه وتعالى بودرويك هل دا بستن لسر خوا ظلم يعني لخوان كربويك وخوان توشي آقري جهنم دا كان خوا بنا مامدا كوات هر كسك
درۆ لەسەر خوا هەڵبەستی بەڕاستی ئەو ظالمە زوڵمەکەشی لە نەفسی خۆی دەکا بۆی کەوا بە تەکید خوای گەورە سزای دەدا لە بەرەوەی درۆ هەڵبەستان لەسەر خوا سبحانه وتعالى أن تقول على الله ما لا تعلمون ئەگەر بەبێ علمیش بیتن ئەوە قسە بکە لەسەر دینی خوا سبحانه وتعالى ئەوە هەر جەریمەیەکی گەورەیە ئەدێگەر بە علمەوە درۆ هەڵبەستی لەسەر خوا سبحانه وتعالى بەڕاستی زوڵمێکی زۆر گەورەیە لۆیە ئەو کەسە خۆی معرض دەکات لە بۆ عەزابی خوای گەورە سبحانه وتعالى قل صدق الله بڵێ يا محمد صلى الله عليه وسلم و ئەوەی کەوە قورآن دەخوێنیتەوە لە ئیمانداران لە دوایەوە حەقایقەکانی ئەهلی کتاب باز دەکاتن ئەوجا پێیان بڵێ صدق الله الله سبحانه وتعالى ڕاستی فەرمووە حەقایقەکان ئەوەیە کە خوا ڕوونی دەکاتەوە نەک ئەو تەحریفات و درۆیانەی کە ئەوان والعیاذ بالله لەسەر خوا هەڵی دەبەستن کە خوای گەورە نەیفەرمووە و پێغەمبەرەکان نەیانفەرموو عليه الصلاة والسلام قل صدق الله خوا راستي فرمو سبحانه وتعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين دي فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا أجر نقول راس دكن كادعاء دكن لسان ملة إبراهيم بفعلي اتباع ملة إبراهيم والدين وشريعة ملة إبراهيم بكن فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا أو إبراهيم كحنيف بو عليه الصلاة والسلام وتمائل بو خوي دباراست خوي دور دخستو لهمو شوازة كان الشرك لو يكسل باشا دفر وما كان من المشركين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهج شويك لريزي مشركان نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهج شويك لريزي مشركان نبوة جوكو زانان دفرمون أو تعريض بأوان وأوان مشركا طبعا جولك وديان ليرو لسندين زي قايد كخواي قول سبحانه وتعالى بالتصريح يان بالتلميح باس يان دكا كوان مشركا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله والعياذ بالله كواتا يهودية كان دلين عزير كري خوايا والعياذ بالله نصراني كان دلين مسيح كري خوايا والعياذ بالله يتروا الشركة براستي أو الشركة لو يا خواي قول دفرمي ده نقول راس ده كان جلس ملة إبراهيم لسر دين إبراهيم دي إبراهيم موحد بو عليه الصلاة والسلام وما كان من المشركين بهج شيويك لريزي مشركان نبوة كواتا نزول كبوة نديان بو كليات كان بيش فرموي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا إبراهيم نا يهوديا ونا نصرانيا إبراهيم لسر دين التوحيد جيايا پیغمبری می صلى الله عليه وسلم لسر دين إبراهيم ومسلمانا لسر دين إبراهيم لسر دين توحيدا بوش شويك أخواده سبحانه وتعالى وما كان من المشركين بهيج شويك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لريزي مشركان نبو زي ردا قل صدق الله بلي صدق الله درباري همو آتكاني خواي جور سبحانه وتعالى همو أو حقائقا كخوا باسك صدق الله خوا راستي فرمو سبحانه وتعالى خوا راستي فرمو حقت كان اوي كخوا دفرمي بتايبتي لقراني بيروس يعني لسر زماني بيغمبركي صلى الله عليه وسلم لو احاديث ثانيه كو بس صحيح لو ما ناتي صدق الله خوا راستي فرمو سبحانه وتعالى زالير دا لو انا هندك خلق استدلال بو اتبكن لو دلين لدواي همو قران خوين هر زارك وقران خوين دو سناتك القران خوين دو والله صدق الله العظيم راستا دلين لبرو إخوائك يفرمي قل صدق الله بل إماج دين صدق الله سبحانه وتعالى قل صدق الله نقول صدق الله سبحانه وتعالى خوا راستي فرمو لهمو بيان كن حقاقا بلام لهر كاتك وتلاوي قرآن بيروز ما انكر سن آياتك ما ليخين دوا لكوتاي قراءتك بلين صدق الله العظيم أو راستا أو بكرة بلغة نخير راسنيا لبر أوي إيما قدوة من بيغمبر صلى الله عليه وسلم بتايبتي كذا صدق الله العظيم طبعا أول ضمن تلاوك وكو بشك لعبادتك تلاوة قرآن فيروز عبادته شكو ما تداني إتر أتولكاتي كوتاي هر هات بابني هر كوتاي هات نيق لدواي هر بشك لات كان بخنو بري صدق الله العظيم راسني أو شتا يعني أو وكو تعبدي لبري بيغمبر صلى الله عليه وسلم واي نكر دي واي نفرموا يعني بهج شويق واردني لبيغمبر صلى الله عليه وسلم للصحابي كرام خوان للرازبي للتابعين كاتك وقرآن خيتو لكوتاي قلت بيان صدق الله العظيم اشتوا نبوة كواتا ايمش ناكري مراستي لخو ما نشتك دابهينين بلى كاتك ولو آتي خواي قلت قل صدق الله ايمش صدق الله سبحانه وتعالى
صدق الله. وهر كاتكوا هندك حقائق باز بكري ياخذ هندك شد باز بكري خلاف قرآن بيروز ياخذ خلاف سنة صحيح بيغمبر صلى الله عليه وسلم دلين نخير وانيا بالكو حقتك اويك اخوا باس كرديا حقتك اويك لسر زمان بيغمبر صلى الله عليه وسلم قشتيا او دلين صدق الله ولو آتج بتايبتك اخوا يقول قل صدق الله دلين صدق الله اخوا راست فن برام لدواي همو قرآن خينا يقول صدق الله العظيم نخير اشتوا نبوة بيغمبر صلى الله عليه وسلم نيفرمو مش نايلين كواتا أصل مسلمانش أو اللي هم عبادات كان اتباعي في غمبر صلى الله عليه وسلم متبع بي مبتدع نبي لبروي هل بدعة كواديكي وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خوابنا ما بدا نخوا يقول تبارين وبوش ولايات كان خوا يقول تبقين كخوامة بستيتي سبحانه وتعالى وهروها خوا يقول تيمان بقيني وكارشي بيبكين وليش ماني قبول بك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.